كيبدا الفيلم مع جيمي كان كيتفرج في برنامج تيليتيبيز مع خواتاتو، حتى دخلت الام ديالهم مخلوعه. حاولت تسد عليهم في الغرفه باش تحميهم، ولكن المصابين بفيروس الغضب تسلوا وهجموا عليهم. جيمي قدر يهرب، ولكن خواتاتو عضهم المصابين بفيروس. جيمي خرج وشاف ماما كيعضها واحد وكتقول لجيمي هرب. جيمي هرب من الدار وجرى حتى وصل للكنيسه قريبه فين كاين الاب ديالو، كان كيصلي وكيوجد باش يواجه المصابين. جيمي كيقول ليه راه هجموا علينا المصابين وقتلوا ماما. بابا قول لي شنو كيوقع، كيقول ليه ولدي ما تخافش هذا يوم الموعود. عطاه الاب ديالو السلسله فيها الصليب وقال ليه يشدها وتخبى، وعقلوا على هاد السلسله حيت غنرجعوا ليها من بعد. الحشد ديال المصابين دخلوا للكنيسه وهاجموه. الاب ما دار حتى حركه حتى تجمعوا عليه وعضوه، وجيمي كان مخبي في واحد البلاصه. النص كيقول باللي فيروس الغضب دمر المملكه المتحده، وداروا حجر صحي على بريطانيا باش يوقفوا انتشار ديالو، واي واحد باغي ينجا خاصو يعتمد على راسو. بعد 28 عام واحد المجموعه ديال الناس اللي نجاو من الوباء داروا قريه في لانديس فران. جيمي راجل من هاد الناس كيوجد ولدو سبيك باش يخرج من بوابات القرية ويقتل أول مصاب في حياته باستعمال القوس والسهم كجزء من الطقوس الرجولي حيث وصل سن الرشد. والأم ديال سبيك إسلا كانت مريضة وطريحة الفراش، وكانت مريضة بشي مرض خطير، مرة كتكون بعقلها ومرة كتبقى غير تهلوس وتخربق. وجا عندها سبيك وقالت ليه واش ما مشيتيش للمدرسة اليوم، ولكن جيمي قال ليه باللي اليوم ما غيمشيش، غيمشي للصيد. بدات كتغوت عليه وكتقول ليه ما ديش ولدي لديك الارض فيها المصابين وهو مازال صغير. جيمي قال ليه باللي هضرنا شحال من مره في هذا الموضوع. ومن بعد سبيك وجيمي بداو كيجهزوا باش يمشيو. القراويين صفقوا وهتفوا لسبيك ملي خرج هو بابا جيمي. وفاش وصلوا للبوابه قالت ليه الحارسه ديال البوابه واش عرفتي اللي كيخرج من هذا الباب ملي كيموت او لا كيتلف في الغابه ما كنعاودوش نقلبوا عليه. قال لها سبيك انا مستعد لهذا الشيء. حلوا لهم البوابه وخرجوا. قال جيمي لسبيك خاصنا نرجعوا قبل ما تغطى الطريق بالماء قدام ناس بعد السوايع. دخلوا الغابه ولقاو اول واحد مصاب. قال جيمي سبيك يضربوه في الرقبه. سبيك كان متردد شويه ولكن في الاخر ضربوه في الرقبه. كملوا القدام حتى وصلوا لواحد الدار فيه واحد مصاب مقلوب ومربوط من رجليه، بقى كيتحرك وكيقاوم. وقال جيمي لولدو سبيك كيضربوه، ولكن سبيك كان خايف شويه وما بغاش يضربو في الاول. بدا كيغوت داك المصاب حتى تفك وبغى يهاجم على سبيك، ولكن سبيك ديك الساعه ضربو السهم في الراس. جيمي وسبيك قربوا من اليابسه البر الرئيسي، واجهوا مجموعه ديال المصابين اللي كان كيسيرهم واحد الفاق وذكي. جراو عليهم المصابين، ولكن بعد ما قتلوا الاغلبيه منهم مشاو وتخباو في واحد الدار حتى الليل. سبيك لاحظ واحد الدخان والنار شعله في واحد البلاصه وسول با عليها، ولكن جيمي قال ليه ما عرفتش وقال ليه ينسى داك الشيء. وملي داهم شويه ديال النعاس لقاو بديك الدار بدات كتريب عليهم. خرجوا بالزربه من ديك الدار وبداو كيجريو راجعين للقريه، ولقاو الماء طالع شويه ولكن كانت دايزه شويه ديال الطريق. وفاش كانوا قريب يوصلوا للبوابه شافوا واحد الفا تبعهم، ولكن جيمي قدر ينبه الحراس فطلقوا عليه واحد السهم كبير مشتعل فيه النار وجاتو في صدرو. ومن بعد خلاو جيمي وسبيك يدخلوا. الناس فرحوا بالرجوع ديالهم، داروا حفله على شرف سبيك ووصل احتفالات. سبيك شاف الاب ديالو جيمي مع واحد المراه ودخل معها بشي علاقه، وهذا الشيء خلى الثقه ديالو في با تهز. ومن بعد سبيك رجع للدار باش يشوف ماماه ولقى صام اللي كان حاضي ماماه، وسولو صام كيفاش داز المغامره. قال لي سبيك بلي شاف واحد البلاصه شعل فيها العافيه. صام استغرب شويه وقال ليه مازال عايش، هذاك دكتور سميتو ايان كليسون. سبيك قال لي سول جيمي قال لي ما كيعرفوش. صام قال ليه باللي ما بغاش يخلعك حيت يقولوا عليه هذاك الدكتور مجنون. في صباح النهار اللي من بعد سول سبيك با جيمي واش كيعرف الدكتور كليسون. جيمي بقى ساكت وما جاوبوش، وحتى ملي سولو سبيك واش ما باغيش يعاون اصلاح باش تبرا وبقى كيتهرب. وبداو كيتناقشوا بجوج حتى جيمي قال لسبيك ما تبقاش تهضر في هذا الموضوع ونساه. ولكن سبيك بدا كيعاود يسولو جاوبني بالصراحه واش انك باغي ماما تموت. حتى جيمي صرفق سبيك ندم من بعد على اللي دار، ولكن سبيك خرج عليه الموس وقال ليه يبعد منه ومن ماماه إصلاح. من بعد خدا سبيك إصلاح وخرجوا من القرية قصدي اليابسة باش يقلبوا على كيلسون. إصلاح كانت كطيح في الغيبوبة بين فترة وفترة وكانت كتعيط عليه بابا. وفي نفس الوقت وصلت فرقة من جنود الناتو اليابسة، ولكن هجموا عليهم المصابين ومات عدد منهم.
3 ديال الجنود بقاو حيين ودخلوا واحد النفق فين لقاو راسهم قدام واحد الفا اللي قتل جندي وقطع عليه راسو، ولكن واحد منهم قدر يهرب. وبينما سبيك وإصلا كيكملوا الطريق بداو كيطردوهم واحد الحاج ديال المصابين تخباو في محطة ديال البنزين عامرة بالدخان والغاز. فاش دخلوا المصابين جندي سميتو إيريك طلق الغاز وشعل فيهم العافية وقتلهم كاملين، رغم أنه كان معصب حيت سبيك جابهم لعندو وقال ليه خسرت بزاف ديال الرصاص على قبلك. خداه هو وإصلا معاه جلسوا بجوج وبداو كيعاودوا لبعضياتهم، وإيريك بدا كيحكي لسبيك على العالم اللي كاين خارج بريطانيا. ومن بعد سولو على إصلا وقال ليه شكون هي، شفتها كتقول لك بابا. قال ليه سبيك هذه راها ماما مريضة بغيت نديها للدكتور. سولو فين هو الدكتور، قال ليه راه هنا غير قريب. ومن بعد بداو كيمشيو، ولكن إصلا سمعت الغوات ديال المراه مصابه وسط واحد الطوبيس، شفتها وحستها باللي حامله وبغات تولد، حاولت تهديها وبدات كتحس بشي ارتباط معها. من بعد ما ولدت تقلبات المراه وولات عنيفه حتى إيريك اضطر يقتلها. سبيك وإصلا لاحظوا أن الطفلة ما فيهاش فيروس الغضب، ولكن إيريك بقى ناوي يقتلها. قبل ما يدير أي حاجة الفا هاجم عليه وشدو وقطع عليه راسو مع العمود الفقري ديالو. سبيك وإصلا جراو خارجين، وسبيك قدر يضربو بشحال من مرة ولكن ما قدرش يطيحو، والفا بدا كيتبعهم حتى جا الدكتور كليسون وخضرو وسماه شمشون، وقال باللي دار ليه واحد السم خاص باش يبقى مطيع ليه. ورا كليسون لسبيك وإصلا معبد العظام اللي داروه بحال شي متاهه باش يتذكر الموتى. جمع الجماجم ديالهم كاملين وبنى بيهم برج، شد الراس إيريك حرق اللحم ديالو وقال سبيك اختار ليه بلاصه. سبيك حط الجمجمه ديال إيريك بين الجمجمات وفسر لهم ان المشاميه ديال الام كانت محميه، وهادشي هو اللي خلى الطفله ما تتعدش بالفيروس. كليسون دار فحص الإصلاء وتاكد ان عندها سرطان في مرحلته الاخيره. سبيك حزن بزاف وقال الدكتور هو كيبكي يدير شي حاجه، واش كاين شي علاج نمشي نجيبو في اي بلاصه. قال لي عافاك دير شي حاجه لماما باش ما تموتش، راه قطعنا بزاف ديال الطرق الخطيره باش وصلنا لعندك. ولكن الدكتور كليسون قال لي هاد المرض راه ما عندوش علاج، ماماك في مرحله ديالها الاخيره وغادي غير تعذب. إصلا كانت متقبله المصير ديالها وواسات ولدها. كليسون نعس سبيك، ومنين نعس مشات ليه إصلا باش يقتلها وما يخليهاش تعاني. منين فاق سبيك عطى لكليسون الجمجمه ديال ماما وقال ليه اختار ليه احسن بلاصه. طلع سبيك لفوق برج الجماجم وحط جمجمة إصلا تما. وفي الغد كان سبيك وكليسون هاجم عليهم شمشون مرة أخرى وهربوا ونقزوا في واحد الحفرة. وفاش شمشون بدا كيحاول يخنق كليسون، سبيك ضربو في يديه بالسهم فيه المورفين ودوخو. ومن بعد شكرو كليسون حيت نقذ حياته، وقال لي كليسون خصو يمشي من هاد المنطقة راه خطير عليك وعلى الطفلة الصغيرة. ومن بعد تفرقوا بجوج، سبيك خدا الطفلة وسماها إصلا ورجع بها للقرية وحطها في واحد السلة وحط معها الرسالة لجيمي وللسكان ديال القرية باش يعتنيو بها حيت هي راها نقية وما تصابتش بالفيروس. جيمي جرى حتى وصل النهر باش يقلب على سبيك ولكن الماء كان طالع. من بعد 28 يوم كان سبيك كيطيب السمكة صيدها حتى هجموا عليه المصابين، قتلوا واحد منهم ولكن جاو بزاف منهم وبداو كيطردوه حتى وقف قدام طريق مسدود. فجأة بان ليه واحد الراجل زعر ومعاه طائفة ديال الناس اللي كيشبهوا ليه، عرضوا عليه المساعدة فقبل بسرعة. بداو اتباع الطائفه كيديروا حركات بهلوانيه ومن بعد قتلوا المصابين. الراجل عارف براسو وقال لي سميتو جيم كان معلق ديك السلسله ديال الصليب وهو اللي عرفناه في البدايه ديال الفيلم، وباقي لابس القلاده ديال با. وقال سبيك خاصنا نوليو صحاب. وهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيلم. نتمنى يكون عجبكم الملخص وما تنساوش اللايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، ونشوفكم في فيديو جديد. شكرا على المشاهده.